قيم نفسك في الاخر قبل ما تقوم الحاجة اللي انت كنت بتذاكرها. لازم تسأل نفسك شوية الاسئلة دول: هل انا فهمت؟ هل انا استفدت من الحاجة اللي انا بذاكرها؟ وهل انا اقدر اشرحها لحد؟ لو الجواب على الاسئلة دي ماشي او نعم، فانت كده استفدت من الدرس ده على قد ما تقدر. ولكن لو الجواب على الحاجات دي لا، يعني انت مش هتعرف تشرحها لحد او ما استفدتش حاجة من الدرس ده، يبقى انت ما ذاكرتش. انت بس كنت بتلقي نظرة على الكلمات اللي موجودة معاك في الكتاب او في الحاجة اللي انت بتذاكرها. وفي المرحلة دي انت لازم تذاكر الدرس او الحاجة اللي انت ذاكرتها، لازم تذاكرها تاني. لان لو مش عرفتش تشرحها لحد، فانت دلوقتي انت ما ذاكرتش، انت بس كنت بتقرا كأنك بتقرا جورنال عادي، انت بتقرا وخلاص. ولو ما عرفتش تشرحها لحد يبقى انت كده ما فهمتهاش كويس، يبقى لازم تذاكرها من تاني. ركز بقى معايا، المذاكرة مش بعدد الساعات، لكن المذاكرة بالطريقة الصح. حاول الفترة الجاية تطبق قانون 1 أو 2 من اللي أنا قلتهم لك دي، وهتحس بفرق كبير جدا في طريقة المذاكرة بتاعتك. ولو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك وتبعت الفيديو ده لواحد صاحبك يكون مهتم بطريقة المذاكرة ويستفاد زي ما انت ما استفدت من الفيديو. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.